السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. لا شك أن بزاف ديال المغاربة طلعوا على الكثير من التحذيرات اللي ولات كتجي في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الشهور الأخيرة بخصوص تنامي قوة المغرب الدبلوماسية والعسكرية، وأيضا على المستوى الاقتصادي والمالي. ولا شك أن بزاف منكم شاهدوا الفزع ديال جهات كثيرة في إسبانيا، خرجت للعلن باش تقول الإسبان باللي المغرب ولا منافس حقيقي على المستوى الاقتصادي في انتزاعه للصدارة في تزويد الأسواق الأوروبية بالمنتوجات الفلاحية على حساب منتجات إقليم الأندلس الإسباني الذي احتكر أرقام التصدير لسنوات طويلة إلى أوروبا. هاد التحذيرات اللي كتجي عن طريق مقالات وحوارات صحفية وتصريحات إذاعية وتلفزيونية مصدرها الأحزاب ديال اليمين واليمين المتطرف، وأيضا مراكز قوى متفرقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقطاعات الوزارية، وأيضا الحكومات الإقليمية، فيما يطلق عليه بالدولة العميقة، اللي معروف تاريخيا أنها تعادي المغرب وتعتبره خطرا دائما على إسبانيا وعلى الهوية الإسبانية والاستقرار ديال البلد. هاد الجهات اللي كتهم حاليا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه منبطح بزاف مع المغرب وكيخدم المصالح ديال المغرب أكثر من المصالح ديال إسبانيا، وباللي أيضا الجار الجنوبي دائما كسجل نقاط كثيرة في الاستفادة من الاتفاقيات اللي كاين بين البلدين واللي توقعات عقب الأزمة اللي حصلت بين البلدين إثر الاستضافة ديال رئيس البوليساريو في إحدى المستشفيات الإسبانية. لكن هذا القلق الإسباني من صعود المغرب فات المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري مؤخرا، ومشى لواحد من أكبر المشاريع اللي كاين بين البلدين بالإضافة للبرتغال، واللي هو مونديال 2030، حيث أن الشكوك اللي ولات عند الإسبان بخصوص مكان احتضان المباراة النهائية ولات كثيرة بزاف بعد ما كان الاعتقاد في بداية طرح فكرة ترشح المغرب وتعويضه لأوكرانيا أن المغرب غادي يكون فقط طرف هامشي غادي نكملوا به، وأن المباراة النهائية ديال المونديال كان كل شيء كيعتبر التنظيم ديالها في ملعب سانتياغو برنابيو من المسلمات اللي ما فيها حتى نقاش، لأن ملعب سانتياغو برنابيو بالنظر للتاريخ ديالو والرمزية ديالو ما يمكن تكون المباراة النهائية إلا فيه. مصادر من داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم قالت مؤخرا بصراحة أن كاين خوف حقيقي في إسبانيا من أن النهائي يقدر يمشي للمغرب، حتى وصلوا لدرجة أنهم بدا يقولوا أن إنكار الخوف من المغرب غادي يكون كذوب، لأن هذا واقع، وهذا كيبين أن الموضوع ماشي غير إشاعات تروج، وإنما قلق حقيقي فعلي داخل دواليب الدولة الإسبانية، خصوصا في كرة القدم، خصوصا أن ملعب سانتياغو برنابيو براسو اللي كان مرشح بقوة لاحتضان المباراة النهائية مازال فيه شكوك حول المنافسة ديالو ملعب الكامب نو، وما تحسمش فيه القرار النهائي داخل إسبانيا بنفسها. وفي وسط التوتر هذا وهذا القلق خرج رئيس الجامعة الإسبانية رافائيل لوزان بتصريحات قوية مؤخرا طالب فيها الحكومة الإسبانية بالتدخل الفوري، يعني وضح أن بلاده خاصها تتحرك قبل فوات الأوان. ولكن أكثر حاجة شدت الانتباه في التصريحات ديالو هي المقارنة اللي دار بين إسبانيا والمغرب فيما يتعلق بالملف ديال مونديال 2030، حيث قال أن المغرب كاين طرف واحد كيسير الأمور فيه بينما إسبانيا كاين تعدد في المتدخلين. هو اعتراف غير مباشر بأن التنظيم في المغرب الآن كيبان أكثر وضوح وسلاسة، الأمور كتمشي يعني بشكل جدي، وهذا عامل مهم في ملف بحال كأس العالم، والاستعداد فيه خصو يكون فيه بزاف ديال الوضوح. وهنا لابد ما نشرح واحد المعطى مهم بزاف يقدر يفسر كل هذا القلق الإسباني اللي انتقل من السياسة والاقتصاد إلى كرة القدم، وملف مونديال 2030 اللي ولا فيه هذا اللغط كامل على المباراة النهائية. المعطى هو أن رئيس الجامعة الإسبانية لكرة القدم رافائيل لوسان هو في نفس الوقت عضو قيادي في إقليم غاليسيا داخل الحزب الشعبي اليميني العنصري، الحزب المعارض لبيدرو سانشيز وأيضا المعادي للمغرب والمغاربة والمصالح المغربية، حيث أن هذا الحزب
الكل كيعرفوا التاريخ ديالو مع المغرب، العداء ديالو في قضية ليلى وفي قضية ديال بوليزاريو. يعني لوصال من تم الانتخاب ديالو في المنصب ديال رئيس الجامعة، بغى يستحوذ على ملف تنظيم مونديال 2030، وحاول يفرض في اللجنة ديال المونديال اللي كانت تشكلت قبل، حاول يفرض فيها تغييرات كبيرة منين طرد الأعضاء التابعين لبيدرو سانشيز اللي كان تعينوه قبل، وعمر اللجنة بالأعضاء المنتمين للحزب الشعبي الذي لا يحظى بأي قبول في الرباط من عند المسؤولين المغاربة. هنا كان بحال واحد الحاجز، يعني الشيء اللي خلى بيدرو سانشيز يعني يسل به الحصيرة كما كنقولوا في الدارجة ديالنا، ويعين لجنة وزارية من الحكومة ديالو فيها وزراء هما اللي مكلفين حاليا بالملف في الشق ديالو اللوجستيكي، وايضا العلاقات مع المغرب والبرتغال والتفاوض مع الفيفا في الكثير من الامور. وبالتالي بقى رافائيل لوسان الرئيس المحسوب على الحزب الشعبي المعارض لبيدرو سانشيز، بقى كيمارس هاد البهلوانيات الإعلامية ديالو، كل مرة كيهضر على المغرب مباراة نهائية باش يبان باللي عنده علاقة بملف التنظيم، أنه هو اللي مازال ماسك التفاصيل ديال الملف، وماشي بيدرو سانشيز ولا لجنة الوزراء اللي ديالو اللي عدل. هي فقط بهلوانيات، يعني باش كيبغي يبان في الصورة لأنه هو الطرف المحاور اللي كاين في إسبانيا، في حين أنه الملف كامل في يد بيدرو سانشيز. من جهة أخرى المغرب ما كيهضرش بزاف، كاين واحد الصمت في الملف، ولكن كاينة واحد الخدمة على الأرض كدار مهمة جدا، خصوصا في مشروع ملعب الحسن الثاني بن سليمان اللي غادي يكون الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية كتفوت 115 ألف متفرج. يعني كاين عمل كبير، قطع مرحلة كبيرة داك الملعب اللي كيدور عليه هاد اللغط دابا حاليا ديال المباراة النهائية، هو رقم كبير ديال الطاقة الاستيعابية كيخلي أي منافسة معاه صعيبة. زيد عليها الاستثمارات الكبيرة اللي كدور في البنية التحتية، وأيضا الطرقات والقطار والمطارات اللي كتحيط به، يعني كلشي كيتوجد بواحد الوتيرة سريعة، الشيء اللي كيعطي دابا انطباع في إسبانيا بأن المغرب كيوجد أكثر استعدادا من إسبانيا لهذا الحدث الكبير، وهذا الشيء اللي كيسبب هذه المخاوف. وزيد على الجانب الرياضي كاين حتى العامل السياسي مؤخرا اللي مهم جدا، اللي ميمكنش التجاهل ديالو، حيث أن التقارير كتشير أن المغرب ولا كيتوفر على علاقات جيدة مع بزاف ديال القوى الدولية، في حين أن إسبانيا المواقف ديالها الأخيرة يعني بدات واحد كاينه ازمات بينه وبين الكثير من القوى اللي ربما انها ما تدعمهاش يعني في التنظيم ديالها المونديال، والشيء يمكن يكون عنده تاثير مباشر على القرارات ديال مثلا الفيفا او شيء من هذا القبيل، حيث تنظيم كاس العالم راه ماشي غير كره القدم، فيها مصالح اقتصاديه وسياسيه كبيره متشابكه ومعقده، والفيفا دائما كتروم القوى الدوليه الكبيره. في المقابل الاعلام الاسباني بدا كيدخل على الخط بشكل مكثف في هذا الموضوع، وكيحاول يدافع على احقيه بلاده في احتضان المباراه النهائيه للمونديال، وكيستغل بعض الاحداث الرياضيه اللي وقعت مثلا كاس افريقيا باش يعزز الصوره ديال اسبانيا اننا كاينه يعني اكثر استعدادا لاستضافه المباراه النهائيه، وهذا الشيء كيبين فيه ان عنده واحد النوع من الضغط على من القضيه. اسبانيا عندها مشاكل ديالها بخصوص كرة القدم، كاينه العنصرية اللي شفناها في المدرجات الملاعب الإسبانية في مباراة المنتخب الإسباني مع المنتخب المصري، الحادثة ديال فينيسيوس. كاين الكثير من الأمور اللي إسبانيا كتعاني منها، في حين أنها كتحاول أنها تصرف الأنظار عليها بالتوجه نحو المشاكل اللي عند المغرب. هذا الشيء كيبين بأن الصراع على نهائي مونديال 2030 ما غاديش يكون بالسهوله اللي يعتقدوا الاسبان في الاول، لان المغرب كيتقدم الى الامام بثقه بخدمه ميدانيه واضحه. ما كاين مازال الكثير من الاختلالات، ولكن كاين واحد التقدم بعكس اسبانيا اللي كاينه واحد كتعيش اختلالات في الكثير من القطاعات، يعني رغم التقدم ديالها على مستوى البنية التحتية عندها الكثير من الاختلالات، خصوصا على المستوى
مثلا ديال القطاع الصحي، هادو قطاعات مرتبطة بكأس العالم، لابد أنها خصها تكون مستعدة لاستضافة واحد العدد كبير ديال الجماهير. حتى يعني النظام السياسي الإسباني لا يساعد على التغلب على بعض الصعوبات، مثلا النقل العمومي، الأزمة ديال القطارات اللي كانت مؤخرا بعد الحوادث المميتة اللي وقعت في القطارات وأثر بشكل كبير، واحد الاختلال كبير وقع في الحركة ديال القطارات في إسبانيا. كما قلت كاين مشكل ديال الاكتظاظ المستشفيات. كاين العديد من المشاكل المرتبطة بالبنية ديال الدولة، مثلا أن ملف كأس العالم هو يتوزع بين كثير من الأطراف داخل إسبانيا، بعكس المغرب اللي كاينة يد واحدة ممسكة بالملف اللي هي الدولة، وكاينة تعليمات كتجي من أعلى سلطة في البلاد اللي وضعها واحد استراتيجية بخصوص بناء واحد القوة ناعمة عن طريق كرة القدم. كاينة جهة وحدة هي اللي كتقرر، وكاينة الملاعب تابعة للدولة، بعكس إسبانيا شفنا الانسحابات ديال بعض المدن والملاعب اللي مملوكة الأندية انسحبت من السباق ديال أو التنظيم ديال نهائيات كأس العالم. هادشي هذا كامل غادي يأثر على الملف الإسباني في تنظيم المونديال، وهذا الشيء الاختلالات كامله اللي عند اسبانيا المغرب غادي يستافد منه بشكل او باخر، وهذا الشيء هذا اللي كيسبب القلق كبير عند النخب الاسبانيه من ان المغرب يسجل نقاط باستمرار، وغادي في الاخير ملي غادي يقرب المونديال، خصوصا ملي يدوز المونديال القادم في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، غتبدا يعني المفاوضات ديال توزيع المباريات. الأحداث المرتبطة بالمونديال ديال 2030 سيتم توزيعها على الدول الثلاثة، والجميع يترقب في إسبانيا أن المغرب غادي يكون مستفيد أكثر من المتوقع. مازال غتبقى إسبانيا هي بحكم أنها هي اللي عندها حصة الأسد في التنظيم، لأن هذا أكبر عدد الملاعب والمدن، ولكن المغرب غادي ياخذ مكاسب اكثر من اللي كانوا يعني كيتوقعوها الاسبان، وربما المغرب يولي هو الطرف المحاور الاول للفيفا القوى الدوليه بخصوص ملف 2030، وهذا الشيء هذا هو اللي كيسبب القلق الكبير للنخب الاسبانيه ولوسائل الاعلام الاسبانيه، واللي كيخلي المسؤولين لا السياسيين ولا الكرويين في اسبانيا يخرجوا بتصريحات بحال اللي صرح بها رافائيل لوسان بخصوص المخاوف من المغرب. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء.